تعرف إنك بيضحك عليك وبتدفع أكتر من 30 ضعف تمن الحاجة تحت اسم براندات عالمية؟ وهثبت لك دلوقتي. سنة 2018 براند أحذية أمريكي رخيص اسمه بايلس قرر يعمل تجربة يثبت فيها إن البراندات مجرد وهم. أجروا محل فخم في لوس أنجلوس وسموه بلاسيا عشان يبان إن هو إيطالي وبرستيج، وحطوا في جزامهم اللي ب $20 بس حطوها من 600 ل $1200، وعزموا أكتر من 80 انفلونسر وخبير موضة وعملوا اوبننج أسطوري. ويوم الافتتاح باعوا تقريبا اغلب الكولكشن، بس الناس ما دفعتش الفلوس دي في جزمه، دفعوا في الاحساس انهم اشتروا حاجه محدش لابسها غيرهم، دفعوا في المنظره انهم اول ناس اكتشفوا البراند الايطالي الجديد ده، فدفعوا في الجزمه $600 بس ثمنها الحقيقي $20. الموضوع ملوش اي علاقه بالكواليتي، الموضوع كله ستيتس سيجنالينج او اشاره المكانه. احنا كبشر عندنا استعداد نلغي عقلنا ونصدق ان البلاستيك جلد لمجرد اننا نثبت للي حوالينا اننا اغنياء وعندنا ذوق فخم. انت ما بتشتريش خامة، انت بتشتري نظرة الناس ليك، والبراندات فاهمة ده كويس قوي وبتلعب عليه. التجربة ما انتهتش في الستور، الشركة كانت بتاخد الناس لغرفة خلفية بعد ما يدفعوا على انهم هيعملوا معاهم انترفيو عن البراند الجديد، وهناك كانت بتتحط قدامهم شاشة بتعرض الحقيقة كلها. الشركة رجعت لهم فلوسهم في الاخر بس احتفظت بالفيديو اللي بيوثق لحظة ذهولهم، والفيديو ده بقى اشهر حملة اعلانية في تاريخهم، واثبتوا بيه ان البراند مجرد وهم في دماغك مش جودة في ايديك.